قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. أقول عواف ولا سلام عليكم يا ست الحاج؟ رطب، وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا رطب؟ حج مبرور وذنبه مغفور إن شاء الله. حستيني اوعي تكوني نسيتي تدعي لي وانتي في الكعبة. دعيت لك بالهداية يا رطب. أيوة الهداية يا بدرية، وكمان ربنا يزيح عني الهم اللي أنا غرقانة فيه. الكازون الزفت ده ما وراهوش غير وجع الدماغ. تصدقي وتأمني بالله، لا إله إلا الله. أحلى حاجة عملتيها في حياتك إنك خلصتي من الكازينو ده. عقبالك يا رطب. ويا ريته جايب همه، قال يا دوب اللي طالع منه مغطي مصاريفه. اوعي تفتكري يا اختي ان انا بقول لك كده عشان مش جايبه لك فلوس. انا جيت الشهر اللي فات وجايبه لك معايا القسط. لقيتك بفضل ربنا في الحج. النهارده انا جايه وجايبه لك معايا القسطين. تاني يا رطب، أني مش قلتلك قبل كده إني معاهدة ربنا الفلوس دي ملمسهاش بإيدي أبدا؟ انت حره في مالك يا بدريه، انا ما اخدش حاجه وما ادفعش ثمنها. انا لا يمكن اكل حق مخلوق ابدا. لكن بتاكلي حق الخالق. جرى ايه يا بدريه؟ انا مش حمل الكلام ده يا اختي. كفايه البلاوي المتلتله اللي على راسي. إيه بلاويكي كتير؟ الواد نمرود فرد عليا قوي ومش عارفه المه. الواد عايز يتحكم فيا، كلمي ده وما تكلميش ده. بس انا اللي غلطانه، فضلت اكبر فيه لحد ما كبر عليا. وإيه اللي جبرك على كده؟ يا سلام يا رطب، يا سلام لو تعرفي اللي أنا فيه. انا ما استحملش يا بدريه زيك الحبسه في عشه كده. حبسة؟ الناس اللي عايشين في الدنيا هم اللي محبوسين، لكن أنا عايشة في ملكوت واسع ملوش آخر. يا رطب لو تدوقي حلاوته. طب انت يا بدريه لقيتي الشيخ الشعراوي يهديكي، انا بقى يا عيني عليا ما لقيتليش حد. وهي الهداية عايزة حد؟ بابها مفتوح للي عاوز يمشي فيها. أولها الندم والتوبة، وآخرها تدوقي حلاوتها. طب والله العظيم انا نفسي في التوب، بس عايزه اعمل لي قرشين يستروني في الدنيا، وساعتها والله العظيم هحرق الكازينو ده بجاز. إيه؟ لا يا أختي، يبقى من دلوقت مش ساعاتي، وإلا تبقي مش ناوية. يا بنت اسمعي كلامي، محدش ضامن بكرة. يو يا بدريه، هو انا جايه اسمع مواعظ؟ بقول لك ايه، انا هروح اشوف شغل. انا لو غبت عن المدعوق ده ساعه واحده هيتنهب. فوتك بعافيه. مع السلامة يا رطب. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللجنة يا فندم أعادت دراسة القرض اللي طالبينه أولاد الشيخ المهدي. الله، طب ما كتبتوش الرأي ليه؟ هم منتظرين توجيهات معاليك. توجيهاتي يا أستاذ مصطفى أنا قلتها قبل كده. الموضوع يدرس من الناحية الفنية والمالية والقانونية، وتطبق عليه القواعد المتبعة. احنا يا فندم عملنا دراسة وافية من كل الجوانب. اللجنة مشكلة من مهندس زراعي ومندوب مالي وباحث قانوني. طيب اللجنة انتهت لإيه؟ اللي تشوفه معاليك يا فندم. أنا ما بشوفش غير الصح والأصول. المهندس الزراعي بيقول إن مشروع زراعة نباتات طبية اللي هم طالبين القرض عشانه ده محتاج خبرة فنية عالية، وللأسف ده مش موجود في أولاد الشيخ المهدي. ده بجانب إن التقاوي نفسها غالية جدا وكمان قابلة للتلف. عشان كده أنا يخيل لي يا فندم
ان القرض ده صعب انه يعود مرة تانية للوزارة، يعني مش موافقين على القرض؟ حفاظا على اموال وزارة الاوقاف. دي وجهة نظري يا فندم. لا يا فندم لا، هو معقول يعني يحافظوا على اموال الوزاره اكتر من معاليك؟ انا ما احبش الكلام اللي بيلف ويدور ده. اللي تشوفه معاليك يا فندم. عموما اولاد الشيخ المهدي دول عندهم ارض، ودي هتكون ضامنة للقرض اللي هياخدوه، فعشان كده حق الوزارة مش ممكن يضيع ابدا. برضه ما اديتنيش رأي نهائي، نديهم القرض ولا ما نديهمش؟ الرأي النهائي المعاليك يا فندم. سعادتك ذو الرأي الثاقب والخبرة الواسعة، وبعدين سعادتك تعرف أولاد الشيخ المهدي أكثر من أي حد تاني. عموما يا فندم، الملف ده فيه الاستمارة اللي طالبين فيها القرض، لو شايف معاليك تمضي عليها ويستلموا الفلوس فورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أستاذ صالح، يا أستاذ صالح، أنا عايز رأي اللجنة يتكتب هنا، يا يا لا. ما هو يا فندم مش هيقدروا يدوا راي الا باللي بتشوفه معاليك. محدش عايز يشيل مسؤولية، لجنة من 5 أعضاء ومش قادرين ياخدوا قرار. واحنا يا فندم نعرف نروح ولا نيجي إلا برأي معاليك؟ طب يا أستاذ صالح، متشكرين، دوركم انتهى لحد كده، ولو إن الحقيقة ما كانش لكم دور من الأول. اتفضل حضرتك وسيب لي الملف، أنا هاخد القرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أوافق. اتفضل يا أستاذ مصطفى، نفذ. لو سمحت لي معاليك، سعادتك كنت كلمتني قبل كده عن افضال الشيخ المهدي، وانه كان استاذك في المعهد الاحمدي في طنطا وحاجات كتير. ده ما يخليناش نقف جنب ولاده في المحنه اللي هم فيها. يا أستاذ مصطفى، ده مش مالي الخاص عشان أتصرف فيه على هوايا، دي أموال الأوقاف اللي أنا مؤتمن عليها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حكايه ريحتها فاحت قوي وما عادش يتسكت عليها. حكاية ايه يا ولد؟ انت مش عارفه حكايه ايه؟ حكايتك انت والمعلم نصار. انت فاكراني نايم على وداني؟ الله، وانت هتتحكم فيا ولا هتتحكم فيا؟ وانت مالك يا اخوي؟ حلاوتك يا رطب. لا ده انا مالي وزياده قوي. الكازينو ده انا شايله فوق كتافي. يا اخويا تلهي على عينك، ده لولا المعلم نصار ما كنتش عرفت اشتري الكازينو، ولولا المعلم نصار برضو والترابيزه اللي فاتحها كل يوم ما كنتش عرفت الم مصاريفه. كده؟ طب نصار بتاعك ده ان حط رجله هنا انا هكسر له دماغه. طب يمين بالله ما انت قاعد فيها ولا واكل منها لقمه عيش. وتفضل وريني عرض كتافك، يلا متسمر ليه؟ ما يلا. انا يا رطب؟ انا؟ ولو ما مشيتش بالذوق هطلب لك البوليس، وصحيفه سوابقك ما شاء الله مليانه. لا لا لا، ملوش لازمه. انا ماشي يا رطب، بس نمرود عمره ما يتاكل اونطه. على فكره انت حسبتيها غلط. بالاذن يا رطب. يلا في 60 داهيه المركب اللي تودي. قال حسبها غلط، ده انا حسبها صح قوي. العنوان الرئيسي في كل جرايد النهارده عن الحكم في قضية الحوت. ربنا يستر، لو الحكم صدر لصالحه ابقى اتجنيت على الراجل. اطمن يابا، ان شاء الله ربنا هينصرك. انا مش باصص للموضوع على انه معركة شخصية بيني وبينه، لو كده كنت سامحت والمسامح كريم، انما انا شايف الموضوع معركة بين الاصلاح والفساد، بين الحق والباطل، ومش ممكن اسيب الحق ينهزم فيها. اقول لك على حاجة يابا بس ما تزعلش مني، كان واجب يعني لما السادات رجع الحوت ده لشغله، كان واجب يعني تقدم استقالتك من الوزارة. أنا مش باقي على الوزارة، وكم مرة طلبت من ممدوح سالم إنه يعفيني، بس مش ده الموضوع اللي أنا استقيل بسببه. لو استقلت بسبب الموضوع ده يبقى معناها إن الوزير الوحيد اللي وقف قدام الباطل مشي. خلاص يابا،
هد انت بس روحك وان شاء الله ربنا يجيب العواقب سليمه. ما تشوف مين يا عبد الرحيم؟ حاضر يابا حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. مولانا صح ولا لا؟ صح يا عم زغلول. صحيح. يا مرحبا. أهلا يا صباح الفل. صباح الخير يا سيدنا. الله صباح يخليك. الخير. اتفضل يا سيدي. أهلا وسهلا. فطرت ولا لسه؟ إن قلت لي الحق أنا على لحم باطلي فطار يا عبد الرحيم. حاضر يابا. وشربان. أنا جاي أبارك لك. خير ان شاء الله. المحكمة حكمت في صالحنا، رفض الدعوة الحود وأيدوا قرارك بإنهاء خدمته. امتى الكلام ده؟ من نص ساعة بس. أنا صحيت من النوم طرت على المحكمة، كانت القضية في أول الرول، وقفت سمعت الحكم نطيت في الأتوبيس وجيت لك جري عشان أبارك لك. فيك الخير يا زغلول. ده أنت الخير كله يا مولانا. يا سلام يا مولانا بقى، تكمل بقى لو الرئيس السادات ألغى قرار رجوعه للخدمة. انا اخر مرة شفته اكد لي انه هيلتزم بحكم المحكمة. على اي حال الموضوع انتهى على كده. دلوقتي انا وضعت مجموعة اقتراحات واتجاهات اقتصادية تتفق مع الشريعة الإسلامية، وباعتبارك مدير الشؤون القانونية عايزك تصيغها في مشروع قانون نقدمه لمجلس الشعب. حاضر يا فندم، بس المشروع ده عبارة عن ايه؟ بيدعوا يا سيدي ان القواعد الاقتصادية في الإسلام بدائية، وأنها لا تستطيع أن تساير التطورات الاقتصادية الحديثة. عايزينهم يفهموا بقى ان الإسلام هو الدين الخاتم الذي يستطيع أن يساير كل التطورات والمتغيرات إلى آخر الزمان. طبعا يا فندم. عايزك تخلص الموضوع ده قبل ما اسيب الوزارة. سيبها ازاي يا فندم؟ هم هيلاقوا زي معاليك ده معاليك. يا أستاذ عبد المجيد بلاش شوية البخور دول، شوف شغلك. حاضر يا فندم. لو سمحت، في حاجة يا مصطفى؟ المهندس صلاح النهري عايز يقابل معاليك. النهري؟ متهيألي سمعت الاسم ده قبل كده. ايوه يا فندم، مهندس صلاح النهري ده من كبار رجال الاعمال، عنده مصانع اشاني وبلاستيك في اسكندريه، ده غير شركات المقاولات. ايوه افتكرته. طب خليه يتفضل، ما انا قايل لك اي حد يعوزني يتفضل، اشمعنى ده؟ حاضر يا فندم. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا سيدي اتفضل يا مولانا. كوبايه على الاسوس كده. شاكرين يا مولانا. انا مش هاخد من وقت فضيلتك كتير. باختصار كده يعني الشركة بتاعتنا عاملة مشروع مدينة سكنية، عبارة عن 2000 وحدة كمرحلة أولى و2000 وحدة كمرحلة تانية في طريق السويس، سميناها الهداية. لكن أول حاجة خلصناها في المدينة هي المسجد. ما شاء الله، بارك الله فيكم. أنا طمعان إن المسجد ده يكون تحت رعايتك. يعني عايز تضمه لوزارة الأوقاف؟ لا، مش ده المقصود. أنا قصدي يعني إن فضيلتك تشرفنا بافتتاح المسجد وتلتقي مع العاملين في المدينة، وبعدين احنا من زمان يعني بنتابع أحاديث فضيلتك في تفسير كتاب الله، وعايزين المسجد والمدينة يعني ينالهم شيء من بركاتك. يا سيدي أستغفر الله العظيم، والله شيء طيب. يا ريت كل الناس اللي بتعمل مشاريع إسكان تعمل فيها بيت لله، ويا ريت كل واحد في بيته يعمل مكان كده للصلاة، إن شاء الله ركن في السفرة ولا الصالون. إن شاء الله هنحط الحكاية دي في كل التصميمات بتاعتنا. يا ترى إيه الميعاد المناسب اللي يناسب فضيلتك عشان نفتتح المسجد؟ يوم الاثنين الجاي إن شاء الله أصلي عندكم العصر. يعني معالي الوزير ما ردش علينا الاسبوع وهو فات 10 ايام. نطول بالنا كام يوم كمان. بعد ما قابلنا بالطريقه بتاعته دي انا قلت خلاص الموضوع خلص. اتاري كلام فض مجالس. الشيخ المهدي استاذي، الشيخ المهدي خيره عليا،
نفسي الاقي فرصه وارد جمال الشيخ المهدي. الكلام سهل، الفعل هو اللي صعب. الكلام سهل والفعل سهل، دي جرة قلم. يعني لو قال ايوه حد هيراجعه؟ ده الوزير. طب ايه رايك ان احنا بكره ولا بعده نتصل بيك في التليفون؟ انا معايا تليفوناته. يا عمي لا نتصل ولا نعمل، الله الغني عن المشروع ده كله. ايه يا عبد الرحيم، ما عندكش اخبار النهارده ولا ايه؟ لا يابا، كلها اخبار عاديه. ده خبر بيقول الرئيس السادات يواصل جهوده في الاتصال بامريكا واسرائيل لفض الاشتباك الثاني. وفي خبر بيقول الاستعداد للانتخابات المحليه. كلها اخبار عاديه يابا، الا ما شفت ولا خبر عن وزاره الاوقاف. واحنا مش عايزين اخبار يابا العلاجات العامه حلوه برضو، وبعدين الاوقاف عملت انجازات كتيره قوي ما حدش يعرف حاجه عنها. اللي عملنا الانجازات عشانه عارفها برضو يابا. لا الو، ايوه موجود. وزير الداخليه يابا. السلام عليكم. اهلا اهلا معالي الوزير. لا اله الا الله، امتى الكلام ده؟ لا طبعا مش هسكت. ازاي اسكت على حاجه زي دي؟ بس ارجوكم، انا ما اقدرش امنعكم تشوفوا شغلكم، بس كمان مش عايز الحراسه تبقى قيد على اتصالي بالناس. حاضر يا فندم، حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا حول ولا قوه الا بالله. جماعه متطرفه قتلوا الشيخ الذهبي. ايه؟ الشيخ الذهبي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يقتلوا ليه؟ ده عالم فاضل. علشان هاجم اسلوبهم في الدعوه، وقال ان الدعوه يجب ان تكون بالحكمه والموعظه الحسنه وليست بالسيف والبندقيه. السلام عليكم. ايوه يا مصطفى، عايزك تحدد لي مواعيد مع الاذاعه والتلفزيون عشان التسجيل، علشان هتكلم في موضوع مقتل الشيخ الذهبي. ايوه، والساعه 1 الظهر حدد لي مؤتمر صحفي عندي في المكتب علشان نفس الموضوع. سلام عليكم. ايه يابا، ناوي تعمل ايه؟ لازم اوضح للناس حكم الدين في التطرف. يقتلوا الشيخ الذهبي؟ يقتلوه ليه؟ عشان عمل يابا اللي انت عايز تعمله، هاجمهم. بقول لك ايه يابا، هدي نفسك كده يومين ولا 3 وما تحطش نفسك في وش المدفع. انا مش ممكن اسكت ساعه واحده على كده. يابا الداخليه دلوقتي مقلوبه وعايزينك تتكلم عشان تساعدهم، عشان عارفين تاثيرك على الناس شكله ايه. انا مش بعمل كده عشان الداخليه، انا بعمل كده عشان الاسلام. انا مش بدافع عن الحكومه، انا بدافع عن الدين. ده واجبي كداعيه، لازم اوضح للناس صحيح دينهم. مصيبتنا يا ابني ان احنا واقعين بين الافراط والتفريط، ناس متشدده قوي وناس فلتانه على الاخر. لا يابا لا، انا قلبي مش مطمن. يابا الجماعات الارهابيه دي مش 1 ولا 2، لا دول جماعات كتير ومتنطورين في كل حته. ده ادعى لمواجهتهم ودعوتهم الى الصواب. يبقى الداخليه يابا لازم تشدد عليك الحراسه. ما هو ده اللي عايزين يعملوه، ولو كان بايدي ما كنتش وافقت. ليه بس يابا؟ سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يرفض وجود حراس حواليه، وكان يقول انما يحرسني اجلي. وفي الاخر اتقتل. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. قتل النفس بغير حق من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله، فاين الحق في مقتل الشيخ الذهبي الذي دعاهم الى سبيل الله بالحكمه والموعظه الحسنه؟ ولست اسف على ما حدث للشيخ الجليل، فقد ذهب شهيد كلمه حق قالها، ولكني اسف على هؤلاء الذين قال الله فيهم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
هؤلاء الجهلة بالإسلام أساءوا إلى الإسلام مرتين. الأولى عندما ارتكبوا جريمة القتل العمد التي وعد الله مرتكبها بأشد العقاب، والثانية عندما نسبوا جريمتهم إلى الإسلام فأساءوا إلى الإسلام، لأن الإسلام يرفض الإرهاب والتطرف ويأمر بالوسطية والاعتدال. يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذبوا في ادعاءاتهم وضلوا، فليس الإسلام وسيلة للوصول للحكم، وليس القتل سبيلا لتطبيق شرع الله، وإنما الطريق الصحيح أن يبدأ كل منا بتطبيق تعاليم الإسلام في مجال ولايته، على نفسه أولا، ثم على أسرته في بيته ومع أهله. وعندما يجد الحاكم مجتمعا بأكمله يطبق تعاليم الإسلام لا يجد مفرا من الالتزام بشرع الله في مختلف جوانب الحياة. كده تقريبا سوقنا المرحلة الأولى. الأسبوع اللي فات بس اتحجز 80% من وحدات المشروع المعروضة للبيع. الحقيقة نجاح غير متوقع. في وحدات سكنية كتيرة جدا معروضة في السوق والمنافسة شديدة جدا. احنا عندنا ميزات أكتر منها. لا ميزات ايه؟ الميزات دي موجودة من الأول. الجديد هو الإعلان المناسب اللي نزل اليومين اللي فاتوا. أنا ركزت على صور الشيخ الشعراوي وهو بيفتح المسجد بتاعنا، ولقائه مع العاملين في المدينة نزلتهم في الصحف وفي الجرايد وفي التلفزيون أكتر من مرة. ظهور الشيخ الشعراوي في المشروع شد الناس، جذبهم، اداهم ثقة واطمئنان لجدية العمل في المشروع. احنا على كل حال ممكن نبتدي الإعلان عن المرحلة التانية وناخد نفس الاتجاه اللي احنا خدناه في المرحلة الأولى. برضه مش عاوزين نستعجل. الشيخ الشعراوي مش هيستمر وزير أوقاف، مؤكد خلال أسابيع وزارة ممدوح سالم هتمشي والشعراوي هيسيب الوزارة. مكانة الشيخ الشعراوي مش مرتبطة بالوزارة قبلها ولا بعدها، الناس مشدودة ليه. مجرد أي عمل أو مشروع بيتصل به الشيخ الشعراوي أكيد هياخد دفعة قوية للأمام. بس هو هيوافق على مساندة المرحلة التانية للمشروع؟ احنا نطلبه عشان يحط حجر الأساس لمدرسة تحفيظ القرآن وللجامع، وهو أي حاجة لله لا يمكن يتردد أبداً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا يا معالي الوزير، أهلا وسهلا، نورت البدرشين كلها. ما عليك تيجي لحد هنا بنفسك، طب أمرنا وإحنا نجيلك. والله زيارة متأخرة قوي، أنا كان لازم جيت من بدري أعزف الشيخ المهدي وأسأل عليكم. دم جيت معاليك كفاية يا سعادة الوزير. أنا منساش وأنا طالب في معهد الزقازيق، أبوك الله يرحمه جه لغاية دقادوس عشان يقول لي عن النتيجة. اللي بيحفظوا الجميل في الزمان ده قليلين يا معالي الوزير. اتفضل اتفضل يا معالي الوزير. شاي بسرعة. الرحمن الرحيم. اتفضل يا معاليك، أهلا وسهلا. نورتنا يا باشا. الله اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي، نورت البدرشين كلها. اتفضل يا معالي الوزير. سلام. اتفضل. مش عارف اقول لكم ايه. الموضوع بتاع القرض الحسن اللي انتوا طالبينه من وزارة الأوقاف للأسف مش هيمشي. المهندس الزراعي اللي في اللجنة عقدها، مش مقتنع بدراسة الجدوى اللي انتوا مقدمينها عشان النباتات الطبية اللي عايزين تزرعوها. ده الفدان لو صح هيجيب له يجي 7-8 آلاف جنيه. ايوه ما هو لو صح. معاليك عارف المهندسين واخدينها من الكتب، انما احنا اتعلمنا في الارض وشقينا في الارض. بس برضه لازم ناخد بالدراسة والعلم. احنا الموضوع بالنسبة لنا خلاص، جيتك لحدنا اكتر ما تجيب لنا 1,000,000 جنيه. الموضوع بالنسبة لكم انتوا خلاص، انما بالنسبة لنا مش خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم.
حسن المهدي فتح الله مش كده؟ ايوه. شيك باسمك اهو، بال20,000 اللي لازمينكم. الشيك ده منين؟ مالكش دعوه منين. اعتبرنا ابوكوا اخوكوا الكبير، اعتبروها زي ما تعتبروها. لا يا معالي الوزير، لا، احنا صرفنا نظر عن المشروع ده كله. طب بالله العظيم 3 ان ما خدت الشيك لا تكون اخر معرفه بيني وبينكم. يا معالي الوزير احنا طلبنا القرض من الاوقاف. انتوا ليكوا المبلغ وخلاص، وده مالي وانا حر فيه، انما اموال الاوقاف انا مش حر فيها. خد الشيك يا ولد. ما دام سيادتك امرت هناخد الشيك، بس على شرط هنرد الاقساط على 5 سنين زي النظام اللي كان هيمشي علينا في الاوقاف. ابقوا ردوها على راحتكم. هنكتب علينا 5 كمبيالات على 5 سنين، كل كمبياله ب 4000 جنيه. اهو ده بقى الكلام اللي ملوش لازمه. طب يمين بالله العظيم، يمين بالله العظيم ما ناخد الشيك غير لما نكتب الكمبيالات. يا مولانا اذا تداينتم بدين فاكتبوه. صدق الله العظيم. غلبتني، خلاص اعملوا اللي انتوا عاوزينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على ما تغير هدومك أكون جهزت الأكل. وانا بقى عملت لك الفراخ اللي انت بتحبها، اما تدوقها بقى تقولي مين احسن، انا ولا انت؟ انتوا ليه ما بتسمعوش الكلام؟ انا قلت يجي 20 مره ما حدش يعمل حاجه هنا في البيت. اها، ازاي بس يابا؟ بقى تبقى طول النهار تعبان هنا وهنا وفي الاخر ترجع ما تلاقيش لقمه. طب بالذمه مين يقول كده؟ انا اللي بقول كده. كل واحده فيكم جوزها وبيتها اولى بيها. معقولة الكلام ده؟ ازاي نسيبك لوحدك يابا؟ هو انا اشتكيت لكم؟ انا بدبر نفسي، ما حدش يعمل حاجه هنا في البيت. اها، احنا بالشكل ده لا يمكن نرتاح. هو انتوا عشان ترتاحوا تتعبوني؟ طب ايه رايكم بقى؟ اللقمه اللي هتعملوها مش هدوقها، والهدمه اللي هتغسلوها مش هلبسها، عشان تبقوا عارفين. لو انت عايز كده بقى يابا يبقى لازم نشوف حل. شوفوا انتوا الحل اللي يعجبكم، بس ما حدش له دعوه بشغل البيت. الحل بصراحه كده انك تتجوز. اتجوز؟ انت عارفه انا عندي كام سنه دلوقتي؟ يابا حضرتك مره حكيت لنا عن واحد من الصالحين كان دايما بيقول لو علمت انني اعيش 10 ايام اموت بعدها لتزوجت مخافه الفتنه. مظبوط. وبعدين الجواز سنه، ليه ما تاخدش بالسنه؟ حكم الزواج واجب للقادر عليه إذا خاف على نفسه أن يقع في الإثم والفجور، والزواج أيضا مستحب للقادر عليه حتى ولو أمن على نفسه أن يقع في الفتنة. بس يعني الزواج يا إما واجب يا إما مستحب. استني يا صالح، ما تاخدنيش في دوكة. الحكم الثالث للزواج إنه مكروه أو حرام لمن تأكد أو خاف أن يظلم الزوجة أو يخل بحقوقها. وده معقولة يابا؟ معقولة أنت تظلم الست اللي هتتجوزها؟ لما أبقى طول النهار بره البيت من هنا لهنا ويا دوب باجي البيت ارتاح كام ساعة واخرج تاني، فين بقى حقها من وقت جوزها واهتمامه بيها؟ أنا وقتي كله للدعوة. أروح أتجوز واحدة وأحطها في البيت حبس انفرادي؟ يابا أنت بس ما تدورش على أعذار. وده كمان مش عذر. شوف يابا أم الله يرحمها عاشت معاك كام سنة وشغلك برضه كان ليل نهار وكانت مبسوطة وسعيدة وزي الفل، يعني لا عمرها اشتكت ولا كلت. المرة دي غلبتيني يا فاطمة. ماشي، أنا موافق على الجواز، بس ليا شرط واحد. شرط إيه؟ تلاقولي واحدة زي أمك الله يرحمها. يوم ما تلاقوا واحدة زي أمكم أكتب عليها تاني يوم. ما أنت عارف يابا مفيش واحدة زي أمي أبدا. هو في حد في الدنيا دي زي أمي؟ يبقى تسيبوني زي ما أنا، بدل ما أجيب واحدة أظلمها وأظلم نفسي. اللي تشوفه يابا. أنا هقوم أحضر الأكل عبال ما تغير هدومك. انت بس يابا صعبان علينا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالكم؟ في حاجة؟ اخواتك يا سيدي عايزين يجوزوني. والله يابا لو دي رغبتك ايه المانع يعني؟ انا هقوم احضر الاكل مع صالحه. انت كمان يا عبد الرحيم؟ انت بتعيطي يا صالحه؟ احنا ايه اللي عملناه ده؟ بقى انا وانت نطلب من ابونا انه يتجوز هو اللي يرفض؟ احنا عملنا اللي علينا وهو حر بقى. لا، انا مش بتكلم على ابويا، انا بتكلم على امنا. ما تستحقش كل ده مننا. هنعمل ايه بس؟ ما هي ظروفه صعبه ومش عايزنا نخدمه. برضه كان لازم نراعي امنا. ما هو يا صالحه يا حبيبتي، اوعي تقولي لي الحي ابقى من الميت. لا مش هقول لك كده، بس هقول لك لو امي الله يرحمها كان ليها راي دلوقتي كانت قالت اللي قلناه له وزياده. انا متاكده. يا سلام، في ست في الدنيا تطلب من جوزها انه يتجوز بعدها حتى بعد ما تموت؟ المفروض كان يبقى وافي لذكراها. انت ما تعرفيش اللي كان بين ابويا وامي يا صالحه. امي ما كانتش بتحب ابويا وتغير عليه قد ما كانت بتحبه وتخاف عليه. الله يرحمها. أنا يا عبد الرحيم عندي رسالة مهمة لازم أتمها إن شاء الله. عايز أكمل تسجيل خواطري عن القرآن الكريم اللي باقي من كتاب الله كتير واللي فاضل من العمر قليل. ربنا يخليك لنا يابا ويديك الصحة وطولة العمر. والله يا ابني أنا كل شوية أفكر أروح للسادات أقول له يعفيني من حكاية الوزارة دي ويسيبني بقى أتفرغ للدعوة. أنا حاسس إن وقتي وجهدي اللي بيضيع في الوزارة ممكن أوجهه لحاجة أنفع. طب يابا ما أنت لو عايز تروح له روح له. ما هو السادات اليومين دول عنده مشاكل مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر والحكاية ملخبطة والراجل مش عارف يعمل إيه. قلت أطول بالي شوية، الراجل مش ناقصني. السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لنا جميعا بإذن الله. السلام لنا جميعا على الأرض العربية وفي إسرائيل وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير. حاجة زي دي ما يعملهاش غير واحد مالي ايده وواثق من نفسه. بقى ده كلام يا شيخ جودة؟ ما هو اللي يرمي نفسه بالشكل ده يرخص. يعني لو كان انور السادات زار الاتحاد السوفيتي كان ده يعجبك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا معالي الوزير، اتفضل يا معالي الوزير، اتفضل يا معالي الوزير، أهلا وسهلا، اتفضل يا شيخ زغلول، اتفضل. أهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا. وحشنا يا شيخ جودة. أهلا يا شيخ زغلول. يا معالي الوزير، هي مش دقادوس دي برضه لها حق عليك؟ طبعا دقادوس وأهل دقادوس، بس وحياة والدك بلاش حكاية معالي الوزير دي. وأنت يا شيخ زغلول
محدش بيشوفك ولا تيجي ما دام مولانا ما بتجيش. الشيخ زغلول ماشي في ظل مولانا على طول، مش الوزير بتاعه. ده انا ليا الشرف يا استاذ ايه؟ مراد. استاذ مراد. استغفر الله يا شيخ زغلول، استغفر الله. سبحان مغير الاحوال. سيبونا بقى من الكلام اللي ملوش لازمه دي. دلوقتي احنا عايزين نعرف رأي معالي الوزير في زيارة السادات. بس انا عايز اعرف بقى، اللي عمله السادات ده يتفق مع شرع الله؟ شرع الله؟ وانت من امتى تعرف شرع الله يا مراد افندي؟ المهم احنا عايزين نعرف رأي الإسلام في زيارة السادات لإسرائيل. ده انت اللي هتغسل هدومك بنفسك؟ لا، ولقيته في المطبخ بيطبخ. معقولة الكلام ده سعادة الوزير؟ بقى سعادة الوزير بحاله يغسل ويطبخ؟ أنا بطبخ أكلي وبغسل هدمتي، فيها إيه دي؟ يابا، في حد في الدنيا سمع عن وزير بيعمل شغل البيت؟ طب قولي لي يا صالحة، الوزير ده أعلى ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. وفي حد زي سيدنا محمد؟ ده سيد الخلق يابا. أهو سيد الخلق ده عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته. أيوة يابا، بس انت برضو مسؤوليتك كبيرة، الوزارة والدعوة أولى بوقتك. يعني هي المسؤوليات اللي عندي هتكون أكتر من مسؤولية الرسالة اللي شالها سيدنا محمد؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيوة يابا، ما قلناش حاجة، بس احنا موجودين عشان نعمل الحاجات دي. تعملوه في بيتكم لجوازكم. احنا مسؤولين نخدمك قبل أي حد. لا، مش قبل أي حد يا صالحة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. واحنا جوازنا موافقين والحمد لله. محمد دايما يقول لي أبوكي قبل مني. الله يكرمه. وعصام كمان يابا، ما انت عارف. عايزاه له دعوة آخر؟ طب يا أختي ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. هتغدوا ايه النهارده بقى؟ صينية سمك، أبوك هو اللي عاملها. ايه ده؟ معالي الوزير؟ تصور بقى، معالي الوزير اللي المفروض يبقى عنده خادم وحشم يطبخ ويغسل. حكايه الوزاره دي ما جاتش غير على دماغي انا، ما اخدتش من وراها غير الفلس. ليه يا ولد؟ انت مش بتاخد مصروفك كل اول شهر؟ ايوه يابا، المصروف بتاع زمان ده ما عادش ينفع، انا عايز قده كده بتاع مرتين ثلاثه. الناس طمعانه فيا يابا، كل ما اروح مكان يعني احلق شعري مثلا يقولوا ابن الوزير، المع جزمتي يقولوا ابن الوزير، اجيب سندوتشين فول عايزين الطاقه 4. انت اصلك طول عمرك نزهه يا احمد. احمد معذور، بس العين بصيره والايد قصيره. انت بالك انا بينوبني كام من الوزاره اول عن اخر كده؟ 250 جنيه. ايه ده؟ بس؟ ولولا بسحب من القرشين اللي جبتهم من الاعاره كان ابوك انكشف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جيت بدري يعني. كنت بتقول زحمه قوي في اداره التقاوي. زحمه؟ دي ناس فوق بعضيها يابا، ناس ياما. بس بقى ايه، بعد ما لموا مننا الطلبات لقيت واحد جاي لي وبيسالني: انت ابن الشيخ الشعراوي؟ قلت له: ايوه. فيش ربع ساعه يابا وكان مخلص لي اذن الصرف. اهو ده اللي ما كنتش عايزه. ليه يابا؟ الله، يعني تبقى حاجه نبتنا من الوزاره ولا هي هتبقى خسائر من كل ناحيه؟ اما هو مش اقرع على السمك. خساير؟ خساير ده ايه؟ هي الوزاره خساير؟ يا ريتكم كنتوا جيتوا معانا البلد عشان تشوفوا الناس عامله ايه مع ابويا. ايه ده غير الرايات والزينات. وابو مين بقى اللي يسلم على ابويا ولا يكلمه كلمتين؟ انا يمكن انزل البلد الجمعه الجايه، بس اوعى تقول لحد. ايه يابا؟ انت فاهم ان الناس اللي بتطلع دي حد بيطلعها؟ لا يابا لا، دول بيطلعوا من نفسيهم. ما انا مش عايز كده. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يزعل لما يلاقي الناس ماشيه وراه. كان يقول: ذله للتابع وفتنه للمتبوع. خلاص يابا خلاص، احنا نروح بعد صلاه الجمعه خطف كده، نعدي على الحاج منادي وبعدين نروح على خليل ابن عم جابر اللي كنت بتشتري من عنده الطواقي زمان. اصله نفسه جاوي تزوره وتسلم عليه. واجب برضه. وبالمره نعدي على بدريه، يمكن تكون محتاجه شيء قبل ما تطلع الحج. وانت يا صالحه: مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بس أنا مش قادرة على الصبر، يا ريت كان بإيدي. شوف يا بدرية، الجزع لا يغير من قضاء الله، قضاء الله نافذ. اللي يصبر بقى ياخد الأجر، واللي يعترض ياخد الوزر. ما تخليش بقى مصيبتك مصيبتين، مصيبة في الدنيا ومصيبة في الدين. كلامك زي المية ما تنزل على النار، يا ريتني خدت به من زمان. خدي به من دلوقت وعفى الله عما سلف، بس من دلوقت وقبل ما تطلعي الحج وبعد ما ترجعي من الحج عليكي بكتاب الله، شفاء لما في الصدور، وعليكي بالصلاة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أحزنه أمر قام للصلاة. عارف يا شيخ أمين، أنا كنت حافظة كتير قوي من كتاب الله، بس دلوقتي بقيت أنسى، وفي حاجات كده أنا مش بفهمها لوحدي. طول ما أنت متمسكة بكتاب الله هتفهميها ببركته وهيفيض عليك بالمعاني. ربنا بيقول اتقوا الله ويعلمكم الله. والله بكل شيء عليم. شوف انت بقى اللي يعلمه ربنا ده يبقى علمه قد ايه. فتناكي بعافية، ربنا إن شاء الله يتم لك الحج على خير، ولما ترجعي بالسلامة يحلها الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ زغلول، انت فين؟ ألف مبروك. على ايه؟ الدرجة الأولى. خدت الدرجة الأولى، يعني ما حدش قال لك. خدتها ازاي يعني؟ زي ما كل الناس بتاخدها. معالي الوزير مضى الحركة. أمين الشعراوي؟ معالي الوزير محمد متولي الشعراوي، الحركة اهي. كان عارف ان انا اسمي فيها؟ أول اسم بيقرا كلمة كلمة. وايه اللي خلاه عمل كده؟ انت هتشتغل عليا ولا ايه؟ ما انتوا بلديات وحبايب من زمان. أول ما يفضى أدخلك تشكره وتسلم عليه. عموما انا كنت جاي عشان اخد خلو طرف، عشان اسيب الوزارة دي بحالها. الاستقالة عند معالي الوزير، قال لي سيبها لي شوية. على العموم أول الضيف اللي عنده ما يطلع هدخلك على طول. أنا بستغرب يا شيخ أمين، تسيب المكتب ده كله وتقعد جنب الباب ليه؟ كده أريح يا دكتور جامع. يعني أنا خايف يكون اللي يقعد على المكتب الفخيم العظيم ده يبقى حرام. لا، محدش قال كده. أمال قاعد هنا ليه؟ عشان أبقى قريب من الباب، أول ما يرفدوني من الوزارة أطلع على طول. يظهر إنك عايز تترفد بصحيح. أنا لا عايز أقعد ولا عايز أمشي، أنا سايبها لربنا. إن كان خير يبقى دخلنا فيه، وإن كان شر يبقى خرجنا منه. ونعم بالله. أنا جاي لك النهارده يا سيدي بخصوص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ماله؟ مالك أنت ومال اللي اسمه سيد الحوت سكرتير المجلس؟ الحوت اسمه الحوت ده، ولا الحوت اللي بلع سيدنا يونس. بس في الآخر ربنا نجى سيدنا يونس. يا عم الشيخ أمين الله يسترك، حكيم انت راجل طيب وبتاع ربنا، مالكش في أضابير السياسة. اسمع كلامي، أنا برضو أهو بفهم في شوية طب على شوية سياسة. من توكل على الله كفاه. يا شيخ أمين اسمع كلامي، سعيد الحوت ده اهو سيبك منه، ده 4 وزراء أوقاف قبل منك اللي ما حد قال له أنت فين. أنت شفت الأول الملفات بتاع مجلس الشؤون الإسلامية دي؟ كل موضوع فيها يدخل السجن. أهو اتفضل يا سيدي. ده مثلا
اشتروا اسانسيرين ب 200,000 جنيه عشان يركبوهم في العنوان اللي مكتوب هنا. بالك العنوان ده طلع ايه؟ ايه؟ ارض فاضة ما فيهاش طوبة واحدة. يا ساتر يا رب. والموضوع ده زمام 180 فدان. بالك الحجة الشرعية بتاعتهم كام؟ 50 فدان. الباقوا راحوا فين؟ فلوسهم راحوا لمين؟ الله أعلم. يا شيخ امين، يا شيخ امين. الملفات دي كلها اختلاسات قول، تزوير قول، استغلال نفوذ قول، زي ما يعجبك قول. طيب بعدم المؤاخذة يعني مش يمكن يكون فيه دفاع انت ما تعرفوش؟ ده مش رأيي لوحدي يا محمود، ده تقارير الجهات الإدارية كلها، والملفات دي متقدمة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء والنيابة العامة. طيب تقدر تقول لي عملوا ايه بقى لما عرفوا الجهات دي كلها؟ أهو ده بقى اللي مجنني، سكتوا عليه إزاي مش عارف. مش عارف. انا اقول لك عشان واصل ومسنود وكلام في سرك. أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا اللي أعرفه إنه موظف تبع الوزارة وارتكب مخالفات جسيمة لازم يتحاسب عليه. ما هو الكلام ده مش اختصاصك يا شيخ امين، فيه نيابة عامة تسأله جنائيا وفيه مجلس شعب يحاسبه سياسيا. وأنا أحاسبه إداريا، ده موظف تبع الوزارة. عشان كده النهاردة هطلع قرار بإنهاء خدمته. المشكلة دلوقتي انك تغيبت عن العمل 15 يوم بدون اذن، يعني قانونا انقطعت صلتك بالوزارة. ما انا مقدم استقالة. ما لو معالي الوزير قبل الاستقالة بتاريخ تقديمها كان بقى مالكش حق في الدرجة الأولى. ده رأي الشؤون القانونية، وبيني وبينك انت استعجلت في حكاية تقديم الاستقالة دي. والله يا أستاذ مصطفى كل واحد بياخد نصيبه. على العموم معالي الوزير عنده فكرة عن الكلام ده كله، شوف هيعمل فيه ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه معاليك. طيب شكرا. تقدر تدخل يا شيخ زغلول. أهلا يا مرحبا شيخ زغلول، أهلا وسهلا. مش عايز تسلم عليا ولا إيه؟ ازيك يا راجل؟ اتفضل اتفضل، دي خطوة عزيزة أشرقت الأنوار. فينك يا راجل من زمان؟ ما تقعد، واقف ليه؟ فينك يا سيدنا المدة دي كلها؟ والله أنا أصلي بأشفق على وقتك بعد الوزارة يعني. لو أعرف إن الوزارة هتبعدني عن أهلي وحبايبي ما كنتش قبلتها. عموما يا سيدنا أنا جاي عشان أشكرك على الدرجة الأولى اللي سعادتك وافقت لي عليها. تشكرني على إيه يا راجل؟ أنا اديتك حقك ولا يعني عشان بلدياتي ما تاخدش حقك؟ بعدين مشكلة الانقطاع عن العمل أنا حلتها لك، حسبت لك الأيام كلها أجازات، ما أنت عندك رصيد أجازات. والاستقالة؟ والله إن كان عليا أنا مش موافق، لكن لو أنت مصمم إيه؟ والله اللي تشوفه معاليك. ما بلاش معاليك دي، بتجيب لي حساسية. بعدين يا شيخ زغلول أنا اللي بيني وبينك مش شوية. صحيح يعني لما رحت البلد كم مرة بعد الوزارة ما جيتش تقابلني، لكن زي بعضه اللي بيني وبينك أكتر من ده كله. والله يا مولانا يعني أحيانا الواحد بيبقى في حاجات في مخه كده يعني بتلخبط. شيخ زغلول أنت زعلان مني في حاجة؟ ما تصارحنا أحسن. أنا بس عايز أسأل سؤال، أنت بتعمل معايا كده ليه يا شيخ يا معالي الوزير؟ مصمم تعرف؟ عايز استريح. هات الآية 34 و35 من فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. هو ده ردي على سؤالك. ده لا كنت فاكر ان حظك حلو في الدنيا، التاريخ في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا معالي الوزير، مش كنت تديني خبر عشان أنزل أستقبلك تحت؟ أستغفر الله العظيم يا سيدي. اتفضل. والله ما تسيب مكانك، أنا هقعد هنا. دي الأصول، أنت بقيت الوزير بتاعنا. أنا مش فاهم بس إمتى القانون ده هيتعدل؟ إزاي شيخ الأزهر يبقى تابع وزير الأوقاف؟ الحاجة اللي مزعلاك دي جت في مصلحتك، وأنت على العموم كده ولا كده من رجال الأزهر. الحكاية مش أنا ولا أنت يا مولانا، أنا وأنت بنقضي أيام على الكرسي وهنسيبه. أنا بدور على مكانة الأزهر، وعلى العموم أنا هفضل ورا التعديل ده لحد ما يحصل إن شاء الله. أنت مش عايزنا نبقى تبع معاليك ولا إيه؟ الأزهر لا يمكن يكون تبع وزارة الأوقاف، لا بالقانون ولا بغيره. وادي البوسطة اللي أنت بعتها لي عشان أمضيها، ما اعتمدتهاش. المصلحة كده تقف، مفيش حاجة بتمشي إلا ما وزير الأوقاف وشؤون الأزهر يعتمدها، القانون كده. أنا مستعد أعتمد أي أوراق أنت عايزها، بس ما تبعتهاش الوزارة. أنا هجيلك هنا كل أسبوع يوم محدد، أعتمد لك الورق اللي أنت عايزه. الله، وتتعب نفسك ليه؟ مش هتفرق. بالنسبة لي أنا تفرق. أنا عايز أحس إني تابع للأزهر، مش الأزهر هو اللي تابع ليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الحب لوحده مش كفاية، لازم يبقى فيه مع الحب مودة ورحمة. أعمل إيه بس يابا؟ ما محمد دماغه ناشف، لما بيصمم على رأي ما بيرجعش فيه أبدا. اهي انا برضو يا فاطمه اللي بصمم، ده هي يا مولانا اللي مش عايزه تسمع الكلام. بقول لك ايه يا فاطمه؟ نعم ايه؟ انا البت اللي تخرج من عندي ما ترجعليش تاني. وانت يا سي محمد رفقا بالقوارير، انا مدي لك امانه تصونها وتحافظ عليها. افهم بقى ايه الموضوع؟ ابدا يا عمي، فاطمه كانت عايزه تحدد النسل، لكن انا بقى في رايي ان الموضوع ده حرام. لا يا سي محمد، مش حرام. الحرام ان الواحده تمنع الخلفه، يعني تروح للدكتور تقول له اعمل لي عمليه عشان ما اخلفش خالص. لكن لما الواحده تحدد النسل ولا تنظم النسل مفيش مانع، جايز. شفت بقى يا سي محمد؟ ولا هتقاوح كمان الشيخ الشعراوي؟ مش بس كده، ده لو الواحده حاسه ان صحتها ما تساعدهاش انها تضرب ورا بعض والعيال هتتدهول تحت رجليها، ولا هتأثر في تربيتهم، ولا هتأثر في حق جوزها، يبقى أحسن ليه تحدد الخلفة. يعني يا مولانا لو واحد ظروفه المادية على قده يعني كده يحدد برضو؟ لا، كله إلا بسبب الرزق. الرزق ده مش في إيد حد ولا بتاع حد. ربنا بيقول نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية تانية بنقول نحن نرزقهم وإياكم. يعني في الحالتين ربنا بيرزق، يبقى الرزق ده محدش له دخل فيه. اهلا يا شعراوي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سياده الريس. يا سيدي اي ريح طيبه. ها؟ الله يكرمك يا سياده الريس. خير. خير ان شاء الله. انا جاي لسيادتك بخصوص تعديل قانون الازهر. قولي الاول وطمني يا شعراوي.
عامل ايه في وزاره الاوقاف؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. برضه ما قلتليش عامل ايه؟ والله يا سيادة الرئيس ابتلاء، أسأل الله أن يعينني عليه. ان شاء الله هيعينك. قول لي يا شعراوي، قانون ايه اللي انت عايز تعدله في الازهر؟ أنا مجهز لسيادتك مذكرة بموضوع التعديل وأسبابه. النضاره دايما يا شعراوي، النضاره دي مغلبه. أهي. الحقيقه انتوا يا وزراء دايما بتطلبوا تعديلات، واما نعمل احنا بقى التعديلات دي ما بتعجبكوش. لكن هذا التعديل لابد منه حتى تستقيم الأمور. طيب يا شعراوي، المذكرة دي أنا هقراها بعدين. قول لي دلوقتي أنت عاوز إيه؟ أنا بقترح في المذكرة أن يكون شيخ الأزهر نائبا لرئيس الجمهورية، وألا يحال إلى المعاش مهما تقدمت به السن، كما لا يجوز إقالته من منصبه. هو الأزهر مش تابع لوزارة الأوقاف؟ أيوة يا سيادة الرئيس. طيب بالشكل ده يبقى هيخرج من اختصاصك. وهذا ما أريده. يا شعراوي، الوزارات كلها بتوسع اختصاصاتها وانت بتتنازل. مكانة الأزهر يا سيادة الرئيس فوق الأشخاص والأهواء. الأزهر ده منارة العلم في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، ويجب أن تبقى هذه المنارة عالية ساطعة حتى ترسل نورها في أرجاء الأرض. ده كلام جميل ورائع، بس ما حدش عارف يا شعراوي بكرة هيحصل ايه. وزي ما بيقولوا يا أخي عندنا في الفلاحين، عصفور في الإيد أحسن من 10 على الشجر. اسحب المذكرة، اسحبها. عفوا يا سيادة الرئيس، مش فاهم قصد سيادتك. انت عارف طريقتي يا شعراوي، انا احب الصراحة واعشق المواجهة. انا بلغتني معلومات ان انت حاطط عينك على مشيخة الازهر، انا جبتها لك على بلاطة. يعلم الله أنني لا أطمع في منفعة أو مصلحة شخصية، كما أنني لا أتطلع لمشيخة الأزهر لا حاضرا ولا مستقبلا. ليس لأنني أزهدها، ولكنني أهابها وأخاف الحساب منها. يا سيدي أنا مش معارض إن أنت تبقى شيخ الأزهر، بس ده يا شعراوي يبقى في الوقت المناسب. الحمد لله، لقد أنعم الله علي بنعم تجعلني لا أطمع فيما في يد غيري، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم بالله. تعرف يا شعراوي، أنا لولا محتاجة في وزارة الأوقاف ما كنتش خليت أي شيء أيا كان كن هذا الشيء يشغلك عن خواطرك حول تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا بطمنك يا سيادة الرئيس، هذه الخواطر لا يشغلني عنها شيء، وأنها عندي تسبق ما سواها. هي اللي بقيالك وبقيالنا يا شعراوي. بارك الله فيك يا سيادة الرئيس. أستأذن سيادتك، وعشمي ألا تنسى في مشاغلك الكثيرة أن تهتم بالمذكرة التي قدمتها لك. عموما يا سيدي أنا هقراها وهشوف أنا هقدر أعمل فيها. شكرا يا سيادة الرئيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. مع السلامة يا شعراوي. بعد إذنك يا فندم، معالي رئيس الوزراء على التليفون. خير، اللهم اجعله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم. أيوة، أنا فعلا أصدرت قرار بإنهاء خدمة الحوت. واستأذن ليه يا فندم؟ مش ده من اختصاصي برضو؟ واخد رأي معاليك ليه؟ أمال أنا هنا بعمل إيه؟ والله يا ممدوح بيه، أنا درست الموضوع وخدت القرار المناسب ومش هرجع عنه.
أنا آسف يا ممدوح بيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيء غريب والله. ما انا قلت لك يا فندم، سعيد بالحوت مش سهل. أعلى ما في خيره ويركبه. جالنا جواب من مجلس الأمة، بعض الأعضاء مقدمين استجواب لسعادتك بخصوص الموضوع ده. استجواب؟ الاستجواب ده يعني اتهام. ما انا قلت يا فندم سعيد بالحوت واصل. عموما انا بجهز رد وافي مدعم بالبيانات والمستندات. ما تجهزش حاجة، الرد هنا في دماغي، والأدلة والمستندات عندهم في مجلس الأمة، يطلعوها ويقروها إذا كانوا بيعرفوا يقروا. بعد إذن معاليك في 2 منتظرين بره. خليهم يتفضلوا. حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حسن المهدي وأخويا حسين المهدي من البدرشين. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إحنا ولاد الشيخ المهدي اللي كان مدير معهد طنطا. الشيخ المهدي؟ يا مرحب يا مرحب يا مرحب. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. حضرتك اشتغلت معاه في معهد طنطا. أنت هتفكرني بالشيخ المهدي؟ ده أستاذي في طنطا والزقازيق، وخيره عليا، جمايله مغرقاني. اتفضل. الله يبارك فيك. اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. عليك. اهلا بريحه الحبايب. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا رب. والله يا فندم هو كان دايما يجيب في سيره معاليك، كان دايما يقول لنا ان حضرتك القدوه الحسنه والمثال اللي يجب نحتذي بيه. استغفر الله العظيم، والله انا مقصر في حقه، بس انا كنت في السعوديه بقالي مده، ولما رجعت حاولت اعرف هو فين، ما عرفتش عنوانه. اصلنا سيبنا طنطا وقعدنا في البدرشين، يعني عندنا دار واسعه هناك وكام فدان، قلنا هنشوف مصالحنا، وزي ما معاليك عارف ماهيات الحكومه ما بتكفيش حاجه. ايوه على رايك، بس والله انا مقصر في حق ابوكوا قوي. العفو يا معالي الوزير، والله ده هو فرح جدا لما حضرتك بقيت وزير. الله يبارك له يا سيدي. خير ان شاء الله. اي خدمه؟ والله والدي تعبان في المستشفى وطالب يشوف معاليك. اتفضل معالي الوزير. اتفضل سعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معالي الوزير، معالي الوزير. ما تقومش. ما تجيش. خليك مستريح. ما تجيش يا معالي الوزير، جاوبني يا حسين. ما بلاش معالي الوزير دي، انت كده عايزني امشي. لا خلاص. طيب استاذن انا بقى. شاكين يا دكتور. سلام عليكم. اتفضل معاليك. ايه يا مولانا؟ سلامتك يا سيدي، الف سلام عليك. وفي سلامة في السن ده يا أمين يا ابني. مش ربك الكريم بيقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وأنا في أرذل العمر يا أمين. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الحمد لله، كفاية كده. أنا عملت اللي عليا وحاولت في حياتي إني أقدم حاجة تنفع الناس. انت صاحب علم وفضل، ولو الواحد فيه شوية خير الفضل يرجع لك. منساش ولا تلميذ صغير كتبت رأيي ما عجبش مدرس المعهد وحب يسقطني. أبوك الله يبارك له جه لحد دقدوس عشان يسمع رأيي. ووافقتك عليه يا أمين. انت ربنا كان فاتح عليك من صغرك وأنا كنت حاسس إنك هتبقى حاجة كبيرة قوي، واللي حسبته لقيته. لولا انت واللي زيك من مشايخنا وعلمائنا ما كناش بقينا حاجة. المعلم بيعلم كتير، لكن المهم في
في اللي بيتعلم يا شعراوي. قول لي يا شيخ مهدي، مش لازمك حاجة؟ نفسي ارد لك الجميل اللي في رقبتي. ادعي لي. وايه كمان مع الدعاء؟ الولاد، ولادي، خد بالك منهم يا شعراوي. ايه انت هتوصيني على الولاد؟ دول زي ولادي. انا بقول لك قدام ابوك اهو، اي حاجه تعوزوها تتصلوا بيا. الحقيقة يابا معالي الوزير قابلنا في الوزارة مقابلة مفيش بعد كده. اخفف انا بقى عشان اسيبك تستريح، وان شاء الله الزياره جايه في البيت. طيب اسلم عليك قبل ما تمشي. مين عارف الوجوه هتتقابل تاني ولا لا؟ ان شاء الله نتقابل وانت بخير وعافيه. سلام عليكم. ده كتير قوي، كتير. استغفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليك انت مع ابوك. السلام عليكم. الله يوفقك في طريق الخير يا شعراوي. شرفت معالي الوزير. الله يشرف مقدارك يا سيدي. يا ريت حضرتك تتكرم علينا وتشرب فنجان قهوة معانا قبل ما تمشي. وانا عايز اتكلم مع حضرتك شويه. طب اتفضل سعادتك. لو سمحت لي، عايز اعرف حالة الشيخ المهدي بالظبط. والله الحالة حرجة قوي، لأنه عنده ورم في المخ وبيضغط على مراكز الأعصاب، واحنا بقالنا أكتر من أسبوعين بنعمله اللازم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب دلوقتي حساب المستشفى ده كله عندي، ما تطلبوش حاجة من أولاده. خلاص سعادتك، يبقى نخلي الحساب على وزارة الأوقاف. الأوقاف ملهاش دعوة، الحساب ده عندي أنا وهسدده نقدا إن شاء الله. إيه اللي مطلوب للشيخ المهدي؟ والله حضرتك أنت عارف إن الحالة صعبة وسنه كبر. وإذا مرضت فهو يشفين. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمرض وهو الذي يشفي. بالنسبة له الجراحة هي الحل الوحيد، بس الأمل ضعيف. الأمل في الله سبحانه. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إحنا نعمل اللي علينا. ايه ده؟ عن اسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. شدوا حيلكم يا أولاد. إن الله. أنا أقول كلمة عليك، الأمل كان ضعيف. قدر الله وما شاء فعل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. بس احنا كبشر ربنا أمرنا ناخد بالأسباب. الجرايد كلها كاتبه استجواب النهارده في الصفحه الاولى. بكره ان شاء الله هخليهم ينقلوا الاستجواب بتاعهم ده في الصفحه الاخيره بتاع الوفيات. في واحد تاني كاتب في الموضوع ده اسمه عبد القادر سليمان. بيقول ايه؟ بيقول يابا: لا ينكر احد ان الشيخ محمد متولي الشعراوي داعية متميز يجذب الناس بطريقته الفريدة وتفسيره العصري لكتاب الله، ولكن متطلبات العمل الإداري تختلف عن مستلزمات الدعوة، فلكل منهما منهج آخر في معالجة الأمور والتعامل معها. كتر خيره، كويس انه ما قالش كمان اني ما ينفعش داعية.
في واحد هنا كمان مزودها قوي، ده بقى يابا لازم ترفع عليها قضيه. بيقول ايه ده راخر؟ لا ينبغي أن تترك الأحقاد الشخصية والرغبة في الانفراد بالسلطة تدمر الكفاءات النادرة في وزارة الأوقاف، فالقيادات المخلصة المتمكنة في عملها لا يمكن تعويضها، وهي أولى بالحفاظ عليها من الوزير نفسه. كل ده من ترتيبات الحوت. ده غير التربيطات اللي عاملها مع أعضاء في مجلس الشعب، وطبعا في نهاية الاستجواب هيطرحوا الثقة في الوزير. يمشوك من الوزارة؟ ما تزعليش قوي كده، هو أنا يعني كنت عايز إيه؟ أيوة، بس أنت تسيبها بمزاجك، مش تخلي واحد زي ده هو اللي يطلعك منها. هو مين ده اللي يطلعني؟ ما هم يابا هيطرحوا السيجة وياخدوا عليها الأصوات في مجلس الشعب، ودي نهاية الاستجواب. مجلس الشعب مش هيستجوبني، أنا اللي هستجوب مجلس الشعب. انحرافات الحوت دي موجودة عندهم وعارفينها من زمان، ساكتين عليها ليه لحد دلوقتي؟ امال ايه؟ لو انت فاكر ان الحكايه خلصت على كده وخلاص؟ لا، ما أنا عارف إن الحوت رافع قضية قدام المحكمة الإدارية العليا عشان يلغي القرار بتاعي. لا يا ريت على كده وبس. امال في ايه تاني؟ مش بقول لك سعيد الحوت ده واصل اهو راح قدم تظلم للرئيس انور السادات. الرئيس اشار له بخط ايده يعود سعيد الحوت الى عمله ردا لاعتباره. يعود الى عمله؟ ازاي الكلام ده؟ ما انا قلت لك انه واصل، ما سمعتش كلامي يا عم الشيخ. على العموم انا عملت اللي عليا وريحت ضميري. طب والنتيجه بذمتك يبقى شكلها ايه؟ اهو راجع شغله تاني، يبقى شكلها ايه دي في الوزاره وبره الوزاره؟ انا ما اعرفش ايه اللي خلى الرئيس السادات ياخد قرار زي ده. على العموم انت برضو لازم تقابله وتوضح له وجهه نظرك، يمكن تقدر تقنعه ويسحب القرار. انا مش هقابله عشان اقنعه برايي، انا هقول له ان قضيه الحوت قدام المحكمه ومحجوزه للحكم، وهو دايما يقول سياده القانون، يبقى نستنى لما يصدر الحكم ونلتزم بيه. نورت يا باشا. يلا على السلامة. ألف مليون مبروك يا باشا. يلا على السلامة يا فندم. يلا على السلامة يا باشا. ألف مبروك يا فندم، ألف مبروك. ألف مبروك يا فندم، العاملين في المجلس كلهم فرحانين يا فندم. القرار الجمهوري ده مسألة عادية جدا، ولا كان في حاجة تانية ممكن تحصل؟ المجلس لا يمكن يستغنى عن معاليك. وأنا كمان باجي على نفسي قوي عشان أستمر فيه. ما علينا، المهم مشروع مبنى المجلس الجديد عاوزه يخلص بسرعة. نعمل مناقصة الأسبوع ده على طول إن شاء الله يا فندم. أنا لسه هستنى المناقصة؟ هات لي الورق ونديه للمقاول بالأمر المباشر. أيوة يا فندم، بس المبلغ كبير والأمر المباشر هيبقى من سلطة الوزير. أنا الوزير في المجلس هنا، واللي مش عاجبه الكلام ده يراجع رئيس الجمهورية. اتفضل يا أستاذ، نفذ اللي بقولك عليه.